في بنوتة اسمها إسراء كاتبة بوست يوجع القلب. شكرا لأبويا اللي بيخليني أشحت مشاعر من الناس وهو عايش. اللي يوجع القلب أكتر الكومنتات، بنات كاتبين إنهم مش عايزين يتجوزوا علشان ما يتجوزوش حد شبه باباهم. في بنوتة كاتبة إن باباها سابها من قبل ما تتولد لما عرف إن هي بنت. في ولد كاتب يعني إيه أب أصلا، أنا مش بشوفه ولا أعرف عنه حاجة. أنا مش جاي أسأل الأب أنت عملت كده ليه، ولا كانت نيتك إيه وأنت بتخلف، خلفت ليه أصلا، ولا جاي أقولك إيه اللي منعك تحضن بنتك وتفهم ابنك. لأن الأب ده ببساطة ممكن يكون أصلا عنده اضطراب ولا سايكوباتي ولا قاسي، هو أو الأم القاسية. يمكن هم نفسهم مش فاهمين عملوا كده ليه. أنا جاي أكلمك أنت، اوعى تفضل مستني لحظة حنان منهم وتفضل رهين للحظة دي، لأنها ممكن ما تجيش تاني، ممكن تفضل عبد ليها طول عمرك وما تحصلش. اوعى تدخل علاقات علشان انت محتاج حضن ما خدتوش وانت صغير. انا جاي اقولك وجاي اقولك انت كمان، انتوا كبرتوا بقيتوا مسؤولين عن نفسكم. الحضن اللي ما اخدتوهوش والكلمة الحلوة اللي ما سمعتوهاش من مامتكم وباباكم مش هتاخدوها، ممكن ما يتغيروش طول العمر. اديها انت لنفسك، حب نفسك وخليك حنين معاها، وما تدخلوش علاقات تأذيكم اكتر واكتر. اسعوا انكم تتشافوا، اسعوا انكم تعيشوا حياة افضل وتعيشوا ولادكم الجايين حياة افضل. الدنيا ما وقفتش عند هنا، ده اختباركم وتجربتكم في الحياة، ومش ظلم من ربنا ليكم، دي علشان تاخدوا مهارات وتتعلموها تمشوا بيها في الدنيا. او ايا كانت حكمة ربنا، المطلوب منك دلوقتي انك تتشافى، تدي لنفسك كل الحاجات اللي مامتك وباباك حرموك منها.